كنت بتقولي ان طبعا الكاتب الكبير صنع الله ابراهيم قال لك برافو، ودي كلها خطوات في مشوارك، انه برافو ان انت بتاخدي قراراتك لنفسك. برضو الدكتور محمد كامل الأليوبي يعني طبعا المخرج والسيناريست وصديق والدك، هو كمان نصحك او ساعدك وجهني تختاري تروحي فين في معهد السينما. عرف ازاي انت يعني ايه السكه اللي المفروض تمشي فيها في السينما؟ ده من خلال بقى كلامه معاكي، من يعني احكي لنا اكتر، هو وجهك ازاي؟ هو كان صديق لوالدي، فكان لما بيجي فرنسا بيجي لنا البيت، وبرضه انا متربيه في بيت يعني بابايا ومامتي اصدقائهم السينمائيين كانوا كتير. فساعتها لما بطلت اروح الجامعه بدات اخد كورسات اديتنج مونتاج، وكان ساعتها الافيد هو الحاجه يعني، وما كانش موجود في مصر. ما كانش موجود في مصر. فقال لي ايوه بس انت هترجعي مصر هتشتغلي على الميفيولا، لما تنزلي مصر بقى هاخدك معايا نروح نشوف الميفيولا. فاخدني الله يرحمه استاذ عادل منير. فكان ساعتها متهيألي كان بيمنتج مبروك وبلبل او حاجه، مش فاكره كان ايه الفيلم. فحسيت انه لا دي حاجه مختلفه. فقال لي قدمي في سيناريو. قلت له انا ما بعرفش اكتب، لان المونتاج بالنسبه لي كان حاجه فيها حاجه ساينتفك برضو، زي يعني طريقه تفكيري اللي هو انا علمية. هجمع الحاجات زي البازل كده. قلت له ما بعرفش اكتب. فبابايا قال له لا بتعرف تكتب بس هي ما تعرفش. ما كنتيش بتكتبي مذكراتك حتى او اي حاجه؟ ما هو بابايا عارف منين. انا كنت بكتب مذكراتي في شكل جوابات ببعتها كل يوم لاصحابي في مصر. يوميا ببعت جوابات. بالظبط. لما كان بابايا بيبقى في مصر وانا في فرنسا كنت ببعت له، فكان بيقرا انا بكتب ايه. فبابايا كان شايف حاجه انا ما كنتش شايفاها.